الركراكي خسر جمهور العاصمة قبل ما يبدا الكان. واش وليد ضيع فرصة ذهبية؟ كلشي كيدوي على غياب ربيع حريمات، ولكن السؤال الحقيقي ماشي واش حريمات يستاهل كرويا، السؤال هو واش استبعاد حريمات كان قرار تقني ولا غلطة دبلوماسية غتندمنا في مباريات الرباط. باش نفهموا علاش خاصنا نكونوا صريحين في ثلاثه النقاط مهمه. اولا، الرباط ماشي هي الكازا. مباريات المنتخب في الكان غتلعب في العاصمه، وملي كندويو على الرباط راه كندويو على معقل الجيش الملكي. جمهور العساكر هو اللي غيعمر التيران مولاي عبد الله. وكون كان حريمات في اللائحه واخا غير في الاحتياط، كان الركراكي غيضمن جيش ديال المشجعين كيغوتوا ويدفعوا المنتخب 90 دقيقه، حيت بالنسبه لهم حريمات هو الرمز وهو الكابيتانو. ثانيا، رسالة قاسية للبطولة. حريمات حاليا كيتعتبر أحسن لاعب وسط في البطولة الوطنية بالأرقام. ملي كتجاهلو كتعطي ميساج خايب للاعب المحلي بلي البطولة ما كايناش في الحساب. هذا القرار خلى فئة كبيرة من جمهور الجيش تحس بنوع من الحقرة، وهذا الإحساس هو آخر حاجة محتاجها المنتخب وهو داخل المنافسة قارية في بلادو. ثالثا، الذكاء العاطفي. الركراكي مدرب واعر تكتيكيا، ولكن في هذه اللقطة بزاف شافوا باللي خانوش الذكاء الاجتماعي. وجود لاعب محبوب بحال حريمات كان غيوحد الصفوف، وكان غينقص من صداع في الفيسبوك وانستغرام، كان غيخلي الجمهور الرباطي يحس باللي هذا منتخب ديالنا كاملين ماشي غير ديال المحترفين في اوروبا. في النهاية الركراكي هو المسؤول الأول وهو اللي كيتحمل الضغط، ولكن نتوما شنو بان لكم؟ واش استدعاء حريمات كان غيزيد شحنة إيجابية للمنتخب في الرباط، ولا المنتخب ما محتاج لهاد الحسابات؟ خليو لي رأيكم في كومنتير، وما تنساوش لايك واشتراك باش يوصلكم الجديد. تهلاو.